باش نكونوا واقعيين. انا كنت حضرت في هذه 20 سنه باش حضرت انا اللي مثلت المغرب في اول صالون عربي للابتكار في الصناعه التقليديه في تونس قرطاج. كنت انا اللي مشيت مثلت المغرب تمايا، وديت معايا واحد البحث نجمت التصريح اللي قلته هذه المده ديال 21 عام، هو على انه المحراب ديال الجامع ديال القيروان، هذاك المحراب فيه واحد المربعات يعني فوق تقريبا واحد 100 او اكثر من 100، وحتى وحده ما تتشبه لوحدها. هو فن مرسوم على المربعات ديال الفسيفساء، هو هديه من هارون الرشيد من العراق الى مسجد القيروان ذاك الساعات. وحنا في التاريخ عاوتاني ديالنا اللي تيعاودوا لنا المعلمين ديالنا الله يرحمهم، تيقول لك اول زليج باش نكونوا واقعين، اول زليج بان في المغرب في الصناعات الكتبيه، ولكن غير في مراكش. المره قبل شوف المدارس العتيقه اللي كانت في مدينه فاس اللي تصوبت في عهد المارينيين وقبل المارينيين. اما المارينيين داكشي اللي خلدوا داكشي من، وهاد الناس دابا ديال هاد الساعه هادي الله يجازيهم بخير راهم قاموا بالاصلاحات ديال داكشي، صلحوا المدارس على حقها وطريقها الله يجازيهم بخير، وردوا داك الساعه المائيه اللي كانت عندنا في الطلعه ردوها كما كانت، داك الصحون ديالها النحاسيه وداك الشيء. هذا هو التاريخ اللي كنعرف انا، لانه مشيت انا بديك الورقه معايا على انه هذاك سميتو، وسالوني الصحفيين هو عندي دابا مصورين هنا نوريهم لك، وصرحت لهم بانه هذوك المربعات راهم من اول فسيفساء اللي جا من المدينه ما بين النهرين من العراق، هديه الى ذاك المحراب ديال المسجد ديال تونس ديالنا. كانوا فرحانين بنا الاخوان التونسيين. هو الاصل ديالو على المعلمين ديالنا الله يرحمهم، وانا قريت في عدد ديال الكتب تنبحث شي شويه حتى انا، وواحد المجلدات عندي 11 ديال محمد المقريتي ذكر فيها الاندلس وتي داك الشيء اللي راج في الاندلس من البدايه حتى النهايه. تيقول سيدي بانه هو داك المعلمين العراقيين، المعلمين انت تشوف غير الاضرحه ديالهم كي دايرين داك الشيء، راه ماشي الايرانيين اللي كيصوبوا داك الشيء اللي كان في ايران، راه العراقيين هما اللي كيصوبوا. بحال دابا حنا مع الدول المجاوره ديالنا قال لك هما تيصوبوا حنا اللي كنصوبوا لهم، وما عندنا غرض. المعلمين العراقيين مع ديك الفتره ديال الامويين الحكم الاموي كذا خلطوا على شي معلمين من تما داوهم جابوهم معاهم من الاندلس، بداو الامراء اللي كانوا بداو تيتشهاو مسائل، قالوا شنو هذا ما هذا المغرب راه فيه كيصوبوا القراطي والمزهري كان تيتسمى ديك الساعات. هذا واحد الشيخ ديالنا، واحد الرجل الله يرحمه سميتو سيدي ادريس البرقادي، واحد الشيخ ديالنا داك الشيء اللي خدينا عليه داك الشيء غريب، هو اللي كان تيعاود لنا هذه المسائل هذه. قال لك الزليج كان تيتسمى بالقراطي والمزهري، قال لي وليدي راهم داك الساعات استعانوا بالمعلمين من شمال افريقيا من عندنا، وبقات الفكره هي هذيك. تنقولوا اللي كتسول تيقول لك جليج من الاندلس. ها هي عندي وثيقه دابا عاد صدرت هذه تقريبا يمكن واحد 3 شهور، هذه واحد الخبير اسباني ماشي شي واحد ديال الكذوب او شي حاجه، رجل ديال التاريخ صدر واحد الوثيقه وصيفطها لي واحد المعلم، ولي صيفطها لي قال لي شوف هذا قرا واحتفظ بها. تيشهد على انه الطين كان تيمشي من مدينه فاس حتى الاندلس، والمعلمين هما اللي مشاو من مدينه فاس لتما، هما اللي بناو الفراين، هما اللي كانوا كيطيبوا الجليج الى اخره. ولما نهارت الدوله الاسلاميه تما واللي هرب واللي هذا نزحوا واحد العدد ديال العائلات. حنا العائله ديالنا القبيله ديالنا جات مع ولاد التحيفه ولاد بن المخلوف، جاوا في الاول لان شي سلطان من السلاطين كان طلب شي معلم اللي يعلمهم القرمد. كان جدنا جا سميتو سي عبد السلام،
هو اللي كان دخل المغرب ديك الساعات، ومنه تفرعنا حنا الى اخره. لا ابدا. دابا اللي كنهضر معاك راه واحد الجامعه كتصوب تمايا، راه المغاربه كيصوبوها. وانا شاركت في الجامع ديال الامير عبد القادر ديال قسنطينه، مسجد كبير، جامع كبير. في عام 1992 كنا خدامين مسجد الحسن الثاني، وكانوا جاو لعندنا ذاك الساعات، وكان واحد السي عبد الرحمن هو اللي كان مكلف، وكان الشريف مولاي حفيظ العلوي المضغي مازال عايش ذاك الساعات الله يرحمه، كان رئيس التعاونيه. كنت انا معاهم، انا اللي صوبت لهم لي شانتيو المثالات وكذا، وتقبلوا في ديك الساعات، واستمر العمل ديال عامين هما خدامين فيه. هو جامع كبير ماشي زعما لا.